عليكم ورحمه الله احبائي، كيف حالكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نشارك معكم وصفه البراونيز اللي كتجي قمه في الروعه. المذاق ديالها كيجي رائع، كتجي معلكه، كيجي فن. هاد البراونيز خليكم معايا نقوزوا المقادير وطريقه التحضير والطريقه كيفاش غادي نخدموه، وغادي نذكر معكم حتى ثمن البيع. شوفوا البنات كيفاش كيجي روعه، كيجي معلك غزال صراحه الله ما تشبعش منه. واي كليان كيديه من عندي كيعجبو بزاف، كيقول لي الله يعطيك الصحه اكرام هذيك البراونيز اللي كتعدل، كيجي مزيون بزاف. ما شاهيتكم فيه جربوه على ولداتكم علاش لا، وردوا عليا في التعاليق. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يكون الفيديوهات اللي كنقدم لكم يكونوا عند حسن الظن ديالكم. خليكم معايا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير. بالنسبه للمقادير انا عندي 115 غرام الزبده، 3 البيضات، 20 غرام بودره الكاكاو، 200 غرام شوكولاط ما بين اسود وشوكولاط الحليب، عندي 200 غرام سكر حبيبات البيض نقص من 170 غرام، وعندي 150 غرام الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وعندي 150 غرام القرقاع وقبيصه الملح وشاسي الفاني. هاد القرقاع ما عنديش محمر، القرقاع بلا ما تحمروه اصلا هو الطيبه ديالو لذيذه. وعندي هنايا طرفه د الشوكولاط قطعتهم، شوكولاط بالحليب من اي نوع د الشوكولاط للتزيين، وخير الا كان عندكم شوكولاط شيبس عملوه يعني شوكولاط كوكيز. هنا غادي ناخذ واحد كاسرونه وغادي نوضعوا فيها الشوكولاط ديالنا، من بعد ما غادي نقطعوا قطع يعني مكعبات صغارين، وغادي نوضعوا فوق منه الزبده وغادي نعملوها في حمام مائي، وغادي ناخذ الدقيق وغادي نوضعوا فوق منه ديك بودره الكاكاو وغادي نخلطوها ونوضعوا على جنب. ضروري نوجدوا هاد المكونات قبل يعني ما نبداو نخدموا باش كتسهل علينا الخدمه. هنايا الصينيه ديالي نتوما كتشوفوا عندي 20 على 20 القطر ديالها، غلفتها دهنتها بالزبده وغلفتها بورق الزبده. ضروري تعاوطوا ديك الورق الزبده مزيان باش كيجي براونيز ديالكم معاوض. هنا كناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه جوج البيضات وديك الملح والفاني وديك والسكر، وغادي نخلط مزيان هاد السكر مع البيضات حتى نشوفوا واحد اللون هيدا يعني كيف ما كيبان لكم. شفتوا رجع اللون ديالها فحال الابيض. صافي هذا هو القوام، هذا هو اللون المطلوب. كنخدموه بخلاط يدوي وكيجي غزال هاد البراونيز. صافي هنا غادي نضيف البيضه اللي بقات لي انا. هذه هي طريقه الخدمه اللي كنخدم بها، كتجيني سهله وكنحصل على نتيجه رائعه. صافي هنا غادي ندور نخدم ديك البيضات مع البيضتين والسكر. هانتوما كتشوفوا الخدمه ديالو سهله ماشي صعيبه بزاف. صافي غادي نستمر هيدا بالتخليط يعني تجانسوا ديك المكونات مع بعضهم. هنايا الشوكولاط والزبده ضروري يبردوا حتى يرجعوا لدرجه حراره المطبخ، ما تكبوهمش سخونين يعني باش ما يطيبوناش البيضات ديالنا. صافي هنا كنوضعوا ديك الشوكولاط والزبده، مجرد ما كنبداو نخلطوا كنحسوا بالخليط ديالنا باللي بدا يتقل. ملي كنضيفوا الشوكولاط من ديك البيضات والسكر كنحسوا بالخليط ديالنا بدا كيتقل. هانتوما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو شو ثقيل، حنا باقي ما ضفنا له لا دقيق لا كاكاو ولا حتى حاجه. صافي هنا غادي نضيفوا الدقيق ديالنا مع الكاكاو يعني بالتدريجيا باش ما كتجيناش الخدمه صعيبه، كنخدموا شويه مورا شويه. صافي وهنايا ضفت بقيه الدقيق وديك القرقاع، ضفت غير نص الكميه ديالو، نقول واحد 70 غرام، واحد 70 غرام خليتها للتزيين. صافي هذا هو القوام ديالو. البراونيز كيجي ثقيل، معروف براونيز البنات كيجي ثقيل ماشي بحال الكيك، بالعكس الكيكه. هانتوما تشوفوا القوام ديالو ثقيل بزاف. هنا الفران عندي كيسخن قبل واحد 5 دقائق، درجه الحراره اللي طيبت عليه 175. شعلت له العافيه من الفوق ومن التحت وخليته طاب. مده الطياب ديالو ما كتجاوزش ثلث ساعه او لا ربع ساعه. المهم نتوما عينكم ملزمكم. الا كان الفران ديالكم كيطيب لكم الكيكه دغيا تفوت 4 ساعات. شوفوا البراونيز ديالكم الا كان كيتعطل ثلث ساعه صافي طفيولو غتجبروه يعني واجد. صافي هنا غادي نجيبوا داك الصينيه وغادي نوضعوا فيها البراونيز. ولا بغيتوا البراونيز ديالكم يجي لكم مغليط على هيدا ما عليكم الا تعملوا المول او الصينيه اللي غتخدموا فيها يكون الحجم ديالها صغر من هذه. انايا كيجيني البيع كيجيني هيدايا احسن رقيق احسن من غليظ، وعلى حسب يعني الطلب وعلى حسب الذوق. يعني كل واحد كاين اللي كيعجبو البراونيز يكون غليظ، كاين اللي كيعجبو البراونيز يكون رقيق. كلتا الحالتين هو كيجي قمه في الروعه وكيجي معلك سواء كان غليظ او كرقيق. انا في الاخير غادي نشارك معكم الصور ديالو سبق اللي عدلته غليظ وهذا اللي عدلت رقيق. صافي هنا كما كتشوفوا انا غادي نساوي البراونيز ديالي مزيان في هذه الصينيه وغادي ندخلو يطيب، ومنين يطيب ان شاء الله يا ربي نشاركو معكم. المهم قبل بعد ما ندخلو الفران غادي نوضع فوق منه
داك الكميه الكركاع اللي خليت وديك طروفات الشوكولات اللي ما بغاتش تعمل طروفات الشوكولات او ما توفرلاش يمكن لها تعمل يعني حبيبه الشوكولات ديك الشوكولات شيبس. وبالنسبه للتزيين يمكن لكم تزينوا باي حاجه. انا سبق لي زينته باوريو، زينته بإمينيمس، سبق لي زينته بالكركاع، باللوز ايفيلي، بالبندق. يعني كيبقى لكم الاختيار بالطروفات اوريو كيف ما قلت لكم، طروفات سنيكرز. يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار تفنوا فيه كيف ما بغيتوا باش ما عدلتوه كيجي قمه في الروعه. صافي كما كتشوفوا هنايا انا صراحه الله مكسرات مفضله عندي في الكيكات بحال هيدايا الكركاع. كنحماق على الكركاع وكيعجبني بزاف. واللي كيعجبك في الكركاع وما كيحتاجش انك لا تحمرو ولا حتى شي حاجه، غير نفضوا هيدا شويه ونقيه وعملوا لي انه اصلا فيه الطيبه مزيونه. صافي هنايا غادي نوضع ديك طروفات الشوكولات اللي قلت لكم، هو نفسه ديك الشوكولات اللي عندي وجدت بالصوص اللي خدمت به براونيز. هو خديت منه الطريفات وقطعتهم ديك الشوكولات بالحليب، ولكن ماشي نقص من يعني من العبر، كان باقي لي زايد وقطعته. صافي انتما كتشوفوا هذا هو البراونيز ديالي بعد ما طاب كيجي هذا هو الشكل ديالو. والبراونيز ديالكم البنات باش تعرفوا نجح معكم هو كيعمل هذه القشره من فوق. الا ما عملش هذه القشره من فوق بحال وبقى بحال الكيك عرفوا بلي البراونيز ديالكم ما نجحش. وعاودوا ان شاء الله مره ثانيه وثالثه حتى يبدا ينجح لكم. صافي هنا غادي نخلي البراونيز ديالي برد تماما وعاد غادي ندوز نقطعو. هنا من بعد ما برد انا كنجيب واحد الموس وكنعبر. نتوما شفتوا معايا كنعمل الرشم كنقطعو على 3. المهم انا هذه السنيه كنعرفها شحال كتخرج لي من الطروفه، كتخرج لي 9 الطروفه. بالنسبه لهاد الطروفه البراونيز البنات انا كنبيعهم 10 دراهم للواحد. هيدايا كبير الا قسمته على جوج كنبيعو 5 دراهم للواحد. ولكن هاد السينيه هيدا كامله كومبليطه كنبيعها ب 100 درهم، لان كما كتعرفوا البراونيز كيتباع غالي بزاف في مقاهي، في محلبات، في باستيريات. اي مطعم مشيتي تشري براونيز غادي تشريه شي اقل من 15 14 درهم للطرف. صافي كما شفتوا هنايا كناخذ الكاغيط يعني عادي الزبده وكنعمل فيه فوق منه ديك القطعه البراونيز وكنضعو على جنب باش ملي كنعملو في لومبالاج ما كيلصقش في بوقباطيتو. يعني كتبقى كل قطعه نقيه، يعني كتوصل الحاجه للكليان نقيه كيف ما هي. صافي هيدا كما كتشوفوا معايا وهذا هو الشكل ديالو. هذا هنايا مقطع على جوج. هادو هما الطريفات اللي كنبيعوهم ب5 دراهم الواحد. كيجي القياس ديالهم تقريبا قد القياس ميرينغينا. هيدا كيجي يعني القياس ديالهم زايد على الميرينغينا شويه، ولكن هذا كيجي يعني الطرف ديالو كبير. هذا كنبيعوه ب10 دراهم. نتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم ونتمنىكم دعموا وليداتكم، جربوا يعني دعموا وليداتكم ويصدق لكم ويعجبكم. صراحه الله انا محبي البراونيز كيعجبني بزاف، حتى وليداتي في الدار كيحماقوا عليه، وحتى الكليان اللي كيذوقوه عندي واللي كيطلبوه كيعاودوا يطلبوه مره ثانيه. هذا هو البراونيز اليوم. انا غادي نشارك معكم الصور من بعد البراونيز اللي سبق لي خدمته قبل. في مثال عندك هذا مزوق عندي باللوز ايفيلي وشوكولات شيبس. ها هو نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي الوجه ديالو، كيجي معلق واخا غليظ، ها هو غليظ وكيجي معلق قمه في الروعه. هذا عندي مخدوم بالبندق وعامله فوق منه صوص. وهذا اليوم. نتمنى الفيديو اليوم يكون الارضاء ديالكم ويعجبكم بزاف ونتمنى تكونوا استفدتوا منه. ونخليكم تلاقوا ان شاء الله ربي الفيديو المقبل مع وصفه جديده. ما تنسونيش بلايك واشتراك والبارطاج القناه باش يوصلكم كل جديد. نخليكم نستودعكم الله ومع السلامه.